بتنكت وتهزر مع السعودي ودخلت له من حتة خفة دم المصريين، والرزق بيحب الخفية. ظهرت ماسكة في العربية وهي ماشية بإيد، وبالإيد التانية السبح، ولابسة الشنطة اللي بتحط فيها الفلوس اللي بتلمها، وبأسلوب شحاتة جديد تقدر تكسب قلوب الناس وبكامل رضاك هتديها. ده فيديو نشر سعودي خلال إقامته في مصر مع بنت صغيرة بتشحت، وانبهر من أخلاق وخفة دم المصريين، والغريب رد فعله وتصرفه معها. إزاي السعودي ده تعامل مع البنت اللي بتشحت، وليه تصرفه ده ما عجبش الجمهور وشايفين انه في تعالي وعنجهة. تعالوا نعرف تفاصيل الفيديو اللي عملته البنت مع السعودي في الفيديو ده. خد ود مع البنت في الكلام وهزر وضحك، ومن عربيته دار حوار بينه وبين البنت ظهرت بتضحك ووشها بشوش وماسكه بايديها في العربيه وماشيه معاها بنفس سرعتها، والايد التانيه ماسكه السبح وبتقول للسعودي يا رب اللي زعلك يحول. قال لها يحول بضحكه جبر خاطر كده، قالت له خد دي بقى. مرة واحد أحول أمه رحلت دفن أبوه، يا رب توصل بالسلامة. قال لها الله يسلمك. ده كله معرفش هي عايزة منه ايه ولا واقفة له الوقفة دي ليه، وهي من جواها بتقول هو مش فاهمني ولا ايه، بس مش هتغلب ويا رب يفهم بقى. جربت تاني بأسلوب كل سنة وانت طيب يا باشا، قالت له بيقولك مرة صعيدي راح البحرين خد معاه مايوهين، برضه مفيش أي استجابة من السعودي، ولا طلع كام ريال كده واداهم لها، فقررت تكون مباشرة في جمالها وكلامها وقررت تشحت بكل وضوح، ودي بالطريقة التقليدية المعتادة، وقالت له يا رب يديك 70 مليون دولار، لكن هو شكله سعودي على قده وقال لها دولار معقول؟ يا رب يديك الرزق كله يا رب. دعوة قصاد دعوة يعني، وخلص الموضوع. وعلشان يجود معها قال لها أحسن ناس مصر والله. البنت تسكت لا طبعا، وراه لحد ما تحقق هدفها، وقالت له أنت أحلى معبوسة في الهوا كده وابتسامة. سألته أنت منين؟ من السعودية؟ قال لها أيوة من السعودية. ردت عليه باستغراب وقالت له بجد؟ شوف أنا عرفت لوحدي إزاي، يا رب توصل بالسلامة. ومن جواها مش عارفة تعمل له إيه تاني، هزار وهزرت، نكت ونكتت، كلام وما بطلتش، طلب فلوس وقالتها بالفم المليان. بس في نهاية الفيديو وبطريقة وبصوت مش واضح قال لها انه بيوقف على جنب، واكيد اداها اللي فيه نصيب، بما انه سعودي اكيد اداها نصيبها بريال ومش قليل اكيد. الحقيقة ان كل حد من الجمهور شاف الفيديو من زاوية مختلفة ومن منظور غير التاني. في اللي شايف ان السعودي ماله كده متكبر عليها، ازاي يعمل كده وما ينزلش من عربيته ويكلمها، ازاي يسيبها ماشية مع العربية كده، لا ما يصحش وما ينفعش كان يعمل كده. الحقيقة ايا كان تصرفه صح او غلط فهو غريب في بلد، وجايز يكون في زيارة ومش مقيم، وحتى لو مقيم فلازم يكون ده تصرفه، وكويس وكتر خيره انه ما قفلش الازاز في وشها وقال لها الله يسهل لك. لكن في ناس بتصطاد في المية العكرة، ولو هو مكانه رد فعله هيكون غير لائق بالمرة. بيعملوا عمايل ما ترضيش حد، اقل حاجة بيقفلوا الازاز في وشهم وبمبدأ احنا نعمل كده، لكن انت كسعودي ما تعملش كده مع الشحاتين في مصر. حد رد عليه وقال له كلنا عارفين ان لو وقف لها كام واحد هيتلم عليه ومش هيخلص منهم. حد وضح كلامه في نهاية الفيديو انه فعلا وقف، وكتير بيخاف يحصل له مصيبة من وراهم ولا يتبلوا عليه بحاجة ويتورطوا فيها، لكن للسعودي ما حسبهاش كده خالص. في اللي بص للموضوع زي السعودي كده من ناحية خفة دم المصريين وروحهم الحلوة ووشها البشوش، وكانت تعليقاتهم زي والله الشعب المصري مرة دمه خفيف، عسل البنت دي، بحب مصر كتير وشعب مصر، ضحكتني وعسل البنت قوي، يا رب تكون جبرت بخاطرها. في النهاية بقى انتم شايفين تصرف السعودي مع البنت اللي بتشحت ازاي؟ هل اللي عمله وانه يركن العربية وينزل لها تصرف كويس من باب جبر الخاطر، ولا كان المفروض يعمل زي ما المصريين بيعملوا ويمشوا ويسيبوها؟ وانت لو مكانه في السعودية، واكيد عندهم ناس في الشوارع كده، هل بتعمل زيه مع الشحاتين السعوديين، ولا تصرفك بيكون زي تصرف المصريين؟ خاصة كلنا عارفين ان الشحاتين دول بيكونوا معاهم فلوس زي المليونيرات. شاركوني بقى برأيكم في التعليقات.